السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل معاكم النهاردة كيكة الرواني او كيكة البسبوسة. كيكة مسقية بالشربات طعمها جميل اوي، خليط ما بين الكيكة والبسبوسة، بتعمل بالدقيق الابيض ودقيق السيمولينا او دقيق السميد. كيكة طرية كده وهشة جدا وطعمها ما شاء الله. قبل ما نبتدي في الرواني بتاعتنا هنعمل الشربات بتاع كوباية من السكر وكوباية من المية وعصرة من الليمونة، وهنسيبهم على نار لعند ما يغلوا لمدة 5 دقايق، وبعد كده هنطفي عليهم ونسيبهم لعند ما نخلص الكيكة بتاعتنا. نيجي هنا بقى للمقادير. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا هنا بشر برتقانة، ومعايا نص كوباية من السكر، وكيس من الفانيليا، ومعايا كوباية من الزيت. كل المقادير اللي احنا بنعاير بيها بتتعاير بمج واحد. ومعايا هنا كوباية من اللبن، ومعايا برضو معلقة من الخل. هنحط المكونات بتاعتنا في الخلاط ونخلطهم كويس، وهننزل عليهم بقى بالدقيق بتاعنا منخول. دي كوباية من الدقيق الأبيض اللي هو المتعدد الأغراض، وعليهم معلقتين بيكنج باودر أو بيكنج صودا زي ما بتسموه، ورشة بسيطة كده من الملح. وهنحط نص كوباية من جوز الهند. هنقلب المكونات كده مع بعضها، وبعد ما يتجانسوا كده مع بعض، طبعا انا هنا كنت لسه منزلتش عليها بكوباية السميد او دقيق البسبوسة يعني زي ما بتسموه. هفضل اقلب فيها كده لعندي ما الدقيق اللي انا حطيته او الدقيق الابيض دوت يختفي تماما، عشان طبعا ما اقلبش فيها كتير اما احط دقيق البسبوسة، عشان طبعا ما يعملهاش عرق. هنا بقى كنت نزلت عليها بكوباية دقيق السميد او السيمولينا زي ما بتسموه يعني. هقلب كده المكونات في بعضها، مش هقلب فيها كتير عشان طبعا الدقيق ده بيعمل عرق، فما تنشفش معايا وما تشربش خليط الشربات بتاعها. خليط الكيكة دي بيكون ناشف شوية، لان هي وهي خارجة من الفرن هتكون عطشانة، فما ينفعش يبقى فيها سوائل كتير دلوقتي. طبعا هنا كنت بوريكم ان هي بتكون بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى كانت الصينية بتاعتي مقاس 29، دهنتها بالسمنة وبدرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وصبيت فيها الخليط بتاعي. بس هنا ملحوظة قبل ما ندخلها الفرن، هنا هخبطها بقى خبطتين 3 كده عشان تبقى مظبوطة في الصينية بتاعتي، وادخلها الفرن على درجة حرارة 200. وهبدأ ان انا اهدي عليها النار بتاعته واوصلها ل180. اول ما يعدي عليها 25 دقيقة هبدأ ان انا اراقب الكيكة بتاعتي. اول ما تاخد معايا وش من فوق بتكون خلاص كده استوت، وهي بتاخد معايا في الفرن من نص ساعة ل35 دقيقة. طبعا هتبقى طالعة سخنة كده من الفرن، هنسقيها الشربات بتاعها على طول. لازم نسقي الشربات وهي خارجة من الفرن، لازم الكيكة بتاعتنا تكون سخنة. هنا كانت الكيكة بتاعتي شربت الشربات بتاعها وبردت تماما. بدأت ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا ازينها بجوز الهند. طبعا التزيين ده يرجع لكم، ممكن تزيني بفستق، تزيني بكريز، اي شكل انت حباه ممكن تزيني بيه. طريقة التزيين دي ترجع لك انت. هنا كنت بوريكم الشكل النهائي بتاعها. شفتوا بسم الله ما شاء الله شاربة الشربات بتاعها. الشربات بتاعها مش سائل، مستوية من جوه ومن بره. يا ريت كل حبايبي يجربوها وتعجبكم بنفس المقادير اللي انا عملتها دي، مش هتندموا لو عملتوها. لو وصلتوا لعندي هنا من الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. طبعا نكهة البرتقال اللي احنا حطيناها في المقادير بتاعتها دي اختياري.